الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي من مدرسة طيبة الخاصة. مرحبا بكم مرة تانية في مراجعات العلوم. معاكم مستر أحمد أسامة، وهنبدأ النهاردة إن شاء الله بإذن الله نتكلم عن مراجعة الوحدة التانية، واللي كانت الوحدة التانية فيها بتكلمني عن الغلاف الجوي وحماية كوكب الأرض، وهنبدأ نتكلم فيها عن طبقات الغلاف الجوي. ولكن في البداية محتاجين ان احنا نتعرف على ايه هو اصلا الغلاف الجوي ده. لو جينا بصينا مع بعض عشان نتكلم عن الغلاف الجوي هنلاقي عندنا ان احنا محتاجين نتعرف على 3 حاجات: مفهوم الغلاف الجوي ايه هو، ويا ترى مين هو الضغط الجوي، وكمان ايه هي اجهزة قياس الضغط الجوي. في البداية هنبدأ نتكلم عن مفهوم الغلاف الجوي. الغلاف الجوي للأرض تعريفه هو عبارة عن غلاف غازي بيحب الأرض وبيدور معها حول محورها، وبيمتد حتى ارتفاع حوالي 1000 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر. الغلاف الجوي دوت هو عبارة عن مادة. المادة ديت هيكون لها كتلة، هيكون لها حجم، هيكون لها وزن. فلو احنا خدنا مثلا على سبيل المثال عمود من الهواء، مساحة مقطعه وحدة المساحات وارتفاعه قد ارتفاع الغلاف الجوي بالظبط، فعمود الهواء دوت هيكون له وزن على سطح الأرض. فوزن عمود من الهواء، مساحة مقطعه وحدة المساحات وارتفاعه طول الغلاف الجوي دوت عندنا بيعبر عن تعريف الضغط الجوي. يبقى إذن الضغط الجوي هو ايه؟ هو وزن عمود من الهواء، مساحة مقطعه وحدة المساحات اللي هي 1 متر مربع، وارتفاعه طول الغلاف الجوي. الضغط الجوي عندنا لما بنحب ان احنا نتكلم عنه بنقيسه بوحدات يقاس عندنا بوحدة البار او الملي بار، حيث ان البار هو وحدة قياس الضغط الجوي، واللي عندنا بتعادل حوالي 1000 ملي بار. جمع العلماء وقالوا لنا ان الضغط الجوي ممكن نقيسه في منطقة محددة على مستوى سطح البحر، وسميناها عندنا باسم الضغط الجوي المعتاد. فاصبح عندنا من الضغط الجوي المعتاد هو الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر، واللي كان تقريبا بيعادل 1013.25 ملي بار. طبعا احنا لسه عارفين من شوية ان الضغط الجوي بيتقاس بوحدة البار وبيكافئ 1000 ملي بار. يا ترى يا مستر الضغط الجوي هل هو ثابت عندنا من مكان لآخر؟ هل هو بيتغير بالارتفاع لأعلى؟ ده اللي نعرفه كمان شوية، ولكن بعد معرفة ايه هي أجهزة قياس الضغط الجوي. لما جينا نشوف أجهزة قياس الضغط الجوي سميناها كلها على بعضها باسم البارومترات، واللي منها الالتيميتر والانيرويد. الالتيميتر ده كان بيقدر من خلاله ان هو يحدد لي ارتفاع تحليق طائرة في الغلاف الجوي بمعلومية الضغط الجوي. اما الانيرويد وده اللي كنت من خلاله بقدر احدد الطقس او حالة الطقس بتاعت المكان معين بمعلومية برضو مين؟ الضغط الجوي. هل الضغط الجوي يا مستر بيختلف من منطقة لأخرى؟ طبعا. قلت ان الضغط الجوي هو عبارة عن وزن عمود من الهواء، فبالتالي طول عمود الهواء دوت لو اختلف هيختلف وزنه، وبالتالي يبدأ يختلف معايا الضغط الجوي. فعلى سبيل المثال لو جيت قلت لك مثلا ان الضغط الجوي في قاع بئر اكبر من الضغط الجوي عند قمة الجبل، لو جينا ركزنا كده هلاقي عندي ان الضغط الجوي عند قاع بئر هيكون عبارة عن طول عمود الهواء ده كله لحد قاع البئر، من اول غلاف الجو كله لحد قاع البئر، فبالتالي طول عمود الهواء ده كله دوت هيكون له وزن كبير جدا، فالوزن بتاعه هيعمل لي ضغط جوي كبير. اما كلما ارتفعنا الى اعلى هلاقي عندي عند قمة الجبل طول عمود الهواء بيبدأ يقل، وبالتالي يكون وزنه ايه اللي بيحصل له كمان؟ بيقل، فهيقل معاه الضغط الجوي. فبالتالي هلاقي عندي ان الضغط الجوي في قاع بئر اكبر من الضغط الجوي عند قمة جبل. وكان السبب ايه؟ بسبب زيادة طول عمود الهواء في قاع بئر، وبالتالي زيادة وزنه عن طول عمود الهواء عن في قمة جبل، وبالتالي نقص وزنه، وبالتالي يقل معايا الضغط الجوي عند قمة جبل، ويزداد كلما اتجهنا الى اسفل ووصلنا لقاع البئر. بصفة عامة نقدر نقول عندنا ان الضغط الجوي كلما ارتفعنا الى اعلى يقل الضغط الجوي. ليه؟ لنقص طول عمود الهواء المؤثر عليه. طب ده كده عندنا بالنسبة للضغط الجوي. لقينا عندنا ان في حوالي من 50% من كتلة الهواء الجوي بيكون منتشرين من سطح البحر لحد ارتفاع 3 كيلومتر، بينما عندي في حوالي 90% من كتلة الهواء الجوي ودول بيكونوا موجودين عندي من سطح البحر حتى ارتفاع 16 كيلومتر، وبذلك هلاقي عندي ان كلما ارتفعنا لاعلى بتقل كثافة الهواء. نخش بعد كده عندنا في حاجة مهمة جدا، وهي اللي كانت تعتبر نقطة بتيجي يعني لوحدها كده في الامتحانات، وهي خرائط الضغط الجوي. خرائط الضغط الجوي ديت عبارة عن خرائط كنت بقدر من خلالها ان انا احدد مناطق الضغط الجوي، حيث ان كنت بقدر اوصل مناطق الضغط الجوي المتساوي عن طريق خطوط منحنية بسميها عندي باسم خطوط الايزوبار. خطوط الايزوبار دي كانت عبارة عن خطوط منحنية بتوصل لي بين نقاط الضغط الجوي المتساوي، فبالتالي بتحدد لي فين مناطق الضغط الجوي المرتفع وفين برضو مناطق الضغط الجوي المنخفض.
واللي من خلالها كنت اقدر احدد في النهايه اتجاه الرياح، بحيث عندي ان الرياح بتنتقل من منطقه الضغط الجوي المرتفع الى منطقه الضغط الجوي المنخفض. وبكده يبقى احنا اتكلمنا عن كل ما يخص الضغط الجوي واجهزه قياسه، والكلام ده اللي موجود عندي يخص بمين؟ الغلاف الجوي للارض. نبدا بعد كده نخش عندي الى طبقات الغلاف الجوي. وعشان نتعرف على طبقات الغلاف الجوي للارض، تعالوا الاول نتعرف هو احنا لما جينا نقسم طبقات الغلاف الجوي ديت قسمناها بناء على ايه؟ لقينا عندنا ان احنا ممكن نقسم طبقات الغلاف الجوي عندي الى 4 اقسام او 4 طبقات، والكلام ده بيكون بناء على حاجتين، اللي هو قيمه الضغط الجوي في نهايه كل طبقه يا ترى بيكون قد ايه، وفي نفس الوقت درجه الحراره عند نهايه كل طبقه بيكون برضه قد ايه. تعالوا نتعرف كده على طبقات الغلاف الجوي ونشوف مع بعض موضوع الطبقات. نبدا في كلامنا عن اول طبقه من طبقات الغلاف الجوي، وهي طبقه التروبوسفير. الطبقه دي كانت بتمتد عندي من سطح البحر وحتى ارتفاع 13 كيلو متر، وكان بينتهي عندها حد اسمه حد التروبوبوز اللي كان بيصنف اول مقطع من اسم الطبقه اللي قبل. يبقى اذا طبقه التروبوسفير كانت بتمتد عندي من سطح البحر حتى ارتفاع 13 كيلو متر. طبقه التروبوسفير عندنا تسمى باسم الطبقه المضطربه، وسمناها عندنا باسم الطبقه المضطربه حيث ان كان بيحصل فيها معظم الظواهر الجويه، كان بيحصل فيها الطقس وبيتكون على السحب والرياح، حيث ان الطبقه دي كانت بتتكون عندي، لان الطبقه دي كانت بتتكون من 75% من كتله الهواء و99% من بخار الماء موجود كله في طبقه التروبوسفير. الطبقه دي كانت بتميز بحركه الهواء الرأسيه، حيث ان بيتم صعود تيارات الهواء الساخنه القريبه من سطح الارض لاعلى، ويحل محلها تيارات الهواء البارده لاسفل، وبالتالي في الحاله دي هيبدا عندي يكون حركه الهواء حركه رأسيه، يكون عندي حركه الهواء في الحته دي كده عباره عن حركه مالها رأسيه، بحيث ان تيارات الهواء الساخنه بتصعد لاعلى وتيارات الهواء البارده بتهبط لايه؟ لاسفل، فيكون عندي حركه الهواء في الحته دي كده عباره عن حركه مالها رأسيه. طب ده كده بالنسبه عندي لطبقه التروبوسفير، الموقع بتاعها فين وايه بعض الخصائص اللي بتميزها. طب يا ترى درجه الحراره والضغط الجوي اللي هي اتقسمت على اساسها، هلاقي عندي ان درجه الحراره في نهايه طبقه التروبوسفير او في طبقه التروبوسفير بصفه عامه بتبدا بالارتفاع لاعلى تقل درجه الحراره، حيث ان لقينا عندنا ان كلما ارتفعنا 1 كيلو متر بتبدا تقل درجه الحراره عندنا بمقدار 6.5 درجه مئويه، لحد ما توصل في نهايه الطبقه درجه الحراره عندها عندي سالب 60 درجه مئويه. ده بالنسبه لدرجه الحراره عند نهايه طبقه مين؟ التروبوسفير. طيب يا ترى بعد كده تاني ايه اللي كان بيتم؟ هلاقي عندي ان الضغط الجوي في نهايه طبقه التروبوسفير في نهايه الطبقه بتوصل قيمه الضغط الجوي عند نهايه الطبقه الى 100 ملي بار. الى كام؟ 100 ملي بار، ويبقى دي قيمه الضغط الجوي عند نهايه طبقه التروبوسفير. يبقى اذا الضغط الجوي عند نهايه طبقه التروبوسفير بالارتفاع الاعلى، احنا قلنا ان بالارتفاع الاعلى الضغط الجوي بيقل، زائد ان درجه الحراره كمان بتقل، حيث ان توصل درجه الحراره في نهايتها عند سالب 60 درجه مئويه. طب ده كده بالنسبه لطبقه التروبوسفير اللي كانت بتمتد من سطح الارض حتى ارتفاع 13 كيلو متر عند حد يسمى حد التروبوبوز. تمام، تعالوا نتكلم على الطبقه الثانيه من طبقات الغلاف الجوي، واللي كانت بتمتد عندي من ارتفاع 13 كيلو متر حتى ارتفاع 50 كيلو متر، كان اسمها طبقه الاستراتوسفير، واللي كانت بتمتد ما بين حدين التروبوبوز والاستراتوبوز، من ارتفاع 13 كيلو متر فوق مستوى سطح البحر لحد ارتفاع 50 كيلو متر فوق مستوى سطح البحر. الطبقه دي سميناها عندنا باسم طبقه الاستراتوسفير، واللي كانت بتعرف عندنا باسم الطبقه المتطبقه او معروفه باسم الغلاف الجوي الاوزوني. ليه الطبقه دي سميناها باسم الغلاف الجوي الاوزوني؟ لان لقينا ان الطبقه ديت على ارتفاع من 20 ل 40 كيلو متر بيبقى موجود عندي اعلى تركيز لغاز الاوزون، بحيث ان بيبدا يتكون غاز الاوزون في الطبقه دي. طيب الطبقه ديت بيكون حركه الهواء في الجزء السفلي منها، الجزء السفلي من الطبقه ديت بيكون حركه الهواء فيها حركه افقيه، غير ان المنطقه ديت تعتبر منطقه خاليه من السحب والغيوم، وبالتالي هيفضل الطيارون التحليق بطائراتهم في الجزء دوت من طبقه الاستراتوسفير. طيب طبقه الاستراتوسفير كلما ارتفعنا الى اعلى فيها بلاقي ان الضغط الجوي بيبدا ان هو يقل لحد ما يوصل عندي في نهايه طبقه الاستراتوسفير عند حد الاستراتوبوز تقريبا، بتوصل الضغط الجوي عندي لقيمه 1 ملي بار، زائد ان هلاقي كده ان درجه الحراره في بدايه الطبقه بتثبت درجه الحراره في بدايه الطبقه عند ده كام؟ عند سالب 60 اللي انتهت بيها في الطبقه اللي قبلها، وبالارتفاع لاعلى تبدا درجه الحراره الاقيها انها بتبدا تزداد تاني من سالب 60 لحد ما توصل في نهايتها عند 0 درجه مئويه. طب ليه يا مستر الكلام ده بيتم؟ قلنا ان موجود عندي في الطبقه ديت
منطقة الأوزون. المنطقة ديت اللي بيمتص فيها طبقة الأوزون الأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس، وبالتالي اللي بتعمل على ارتفاع درجة حرارة الطبقة تدريجيا حتى تصل في نهايتها إلى 0 درجة مئوية. ده كده بالنسبة لطبقة مين؟ الاستراتوسفير. الطبقة اللي بعدها عندنا وهي طبقة الميزوسفير. طبقة الميزوسفير دي عندنا كانت بتمتد من 50 كيلو متر حتى ارتفاع 85 كيلو متر. طبعا السمك بتاع كل طبقة من دولت اقدر ان انا احسبه. اقدر احسب سمك كل طبقة منهم بان انا اطرح نهاية الطبقة على ارتفاع كام من البداية بتاعتها، بحيث الاقي عندي ان سمك طبقة التروبوسفير 13 كيلو متر من سطح البحر اللي هو الصفر بالنسبة لنا في الارتفاعات ل 13 كيلو متر. اما سمك طبقة الاستراتوسفير من 13 ل 50، يعني بحوالي سمك كام؟ 37 كيلو متر. طيب بالنسبة للسمك بتاع الطبقة اللي بعدها اللي هي الثالثة عندنا وهي طبقة الميزوسفير، هلاقيها انها تمتد من ارتفاع 50 كيلو متر لحد 85 كيلو متر، واللي هتكون عندنا بسمك 35 كيلو متر. ده يكون سمك طبقة مين؟ الميزوسفير. طبقة الميزوسفير بتمتد من حدي الاستراتوبوز والميزوبوز، وطبقة الميزوسفير ديت عندنا تعتبر ليها اسم بنسميها عندنا باسم الطبقة المتوسطة. بنسمي عندنا طبقة الميزوسفير باسم الطبقة المتوسطة لأنها تتوسط طبقات الغلاف الجوي، بحيث أنها تقع بين طبقة الاستراتوسفير وطبقة السيرموسفير. طبقة الميزوسفير بتتميز بأنها أبرد طبقات الغلاف الجوي، بحيث أن بالارتفاع الأعلى في طبقة الميزوسفير بلاقي أن تبدأ درجة الحرارة تقل لحد ما توصل في نهايتها عند تقريبا -90 درجة مئوية. الكلام ده عند نهاية طبقة مين؟ عند نهاية طبقة الميزوسفير. عند نهاية طبقة الميزوسفير هلاقي عندي ان في المنطقة في نهايتها بتوصل عندي درجة الحرارة عند -90، بعد ما كانت وصلت في نهايتها في بدايتها عند 0 درجة مئوية، وده اللي انتهت بيه طبقة الاستراتوسفير بسبب وجود طبقة الأوزون. لقينا ان درجة الحرارة بدأت تقل تاني ووصلت في نهايتها عند -90 درجة مئوية. طيب وذلك تعتبر طبقة الميزوسفير هي أبرد طبقات الغلاف الجوي. زائد ان الطبقة دي تعتبر هي طبقة شديدة التخلخل، حيث ان بتحتوي على كميات محدودة من غازي الهيدروجين والهيليوم. بتحتوي الطبقة ديت على كميات محدودة من غازي الهيدروجين والهيليوم، لذلك الطبقة دي شديدة التخلخل. بيظهر عندنا أهمية طبقة الميزوسفير في حمايتها لكوكب الأرض من الكتل الصخرية الفضائية، حيث ان الطبقة ديت هلاقيها انها بتعمل على احتراق تلك الكتل عن طريق احتكاك جزيئات الهواء مع الكتل الصخرية القادمة من الفضاء، مسببة احتراقها واشتعالها، وبتكون لي في النهاية الشهب. فلان الطبقة دي بتكون فيها الشهب بسبب احتكاك جزيئات الهواء مع الكتل الصخرية الفضائية، وبالتالي بتحمي الأرض من هذه الكتل وتسبب احتراقها في الهواء الجوي قبل سقوطها مين؟ للأرض. طيب بالنسبة لطبقة الميزوسفير كده احنا خلاص اتكلمنا عنها وفهمنا أهم الخصائص اللي فيها. نخش بعد كده للطبقة اللي بعدها وهي طبقة السيرموسفير. هلاقي عندي بعد كده طبقة السيرموسفير واللي تمتد عندي من ارتفاع 85 كيلو متر لحد ارتفاع 675 كيلو متر، واللي بيكون بتمتد عندي بسمك 590 كيلو متر. الطبقة ديت هلاقيها انها بتبدأ عندي بعد طبقة الميزوسفير، وتعتبر طبقة السيرموسفير ديت هي أسخن طبقات الغلاف الجوي، وهي معروفة باسم الطبقة الحرارية، حيث ان الجزء العلوي من الطبقة ديت بيسمى عندي باسم الأيونوسفير. وتعتبر الطبقة ديت هي أسخن طبقات الغلاف الجوي لأن بالارتفاع الأعلى بترتفع فيها درجة الحرارة بشكل كبير حتى تصل في نهاية الطبقة على درجة حرارة مقدارها 1200 درجة مئوية. ده بالنسبة لطبقة مين؟ السيرموسفير. درجة الحرارة اللي بتوصل عندنا هنا كده بالشكل اللي قدامنا ده كده لحد نهاية الطبقة هنا كده في النهاية هنا إلى 1200 درجة مئوية. تعتبر الطبقة دي في النهاية تعتبر هي أسخن طبقات الغلاف الجوي. يبقى إذا أسخن طبقات الغلاف الجوي هي طبقة مين؟ السيرموسفير. بينما أبرد طبقات الغلاف الجوي زي ما احنا شفنا الطبقة اللي قبلها اللي هي الميزوسفير. طبقة السيرموسفير سميناها باسم الطبقة الحرارية لأنها أسخن طبقات الغلاف الجوي، وبتبدأ درجة الحرارة بالارتفاع الأعلى لحد ما توصل في نهايتها إلى 1200 درجة مئوية. طبقة السيرموسفير بتميز في نهايتها بوجود منطقة تسمى الأيونوسفير. الجزء العلوي من طبقة السيرموسفير، الجزء العلوي منها كده هنا بيسمى باسم الأيونوسفير. الجزء دوت بيتميز بوجود مجموعة من الأيونات المشحونة، ودي عبارة عن طبقة بتحتوي على أيونات مشحونة موجودة في الجزء العلوي من الأيونوسفير، وبتمتد لحد ارتفاع 700 كيلو متر فوق مستوى سطح البحر. الطبقة دي لها دور مهم جدا بالنسبة لنا، حيث ان هي بينعكس عليها موجات الراديو اللي بتبثها مراكز الإذاعة والاتصالات. ده كده بالنسبة لأهمية طبقة مين؟ الأيونوسفير. طبقة الأيونوسفير هنلاقي انها بتحاط من بره بحزامين مغناطيسيين اكتشفوا عالم اسمه فان ألين، وسمى الحزامين دولت على اسمه باسم حزامي فان
ألين. بتلتحم طبقة الثيرموسفير بالفضاء الخارجي عند منطقة بنسميها عندنا باسم الإكسوسفير. المنطقة ديت هي المنطقة اللي بيندمج فيها الغلاف الجوي للأرض مع الفضاء الخارجي. بس في البداية محتاجين نتعرف على حزامي فان ألين كان إيه وظيفتهم. حزامي فان ألين هلاقيهم إن هم بيسببوا تشتيت الأشعة الكونية الضارة الصادرة من الشمس، فبينشأ عنهم ظاهرة جميلة بنسميها عندنا باسم ظاهرة الشفق القطبي أو المعروفة باسم الأورورا، واللي بتظهر عندنا في شكل ستائر ضوئية ملونة في منطقة القطبي الشمالي والجنوبي. بعد كده طبقة الإكسوسفير بقى قلنا إن الطبقة اللي بيلتحم فيها الفضاء الخارجي مع الغلاف الجوي للأرض، والطبقة دي بتظهر أهميتها في إن بيسبح فيها الأقمار الصناعية واللي بنستخدمها في أكتر من حاجة، في إن إحنا نتعرف على الطقس والاتصالات اللاسلكية والبث التلفزيوني.